بصوا بقى النهارده هنعمل شويه فطير، انما ايه خرافه. هنعمل فطير مشلتت في الطاسه. الحقيقه انا جربته في الطاسه وفي الفرن، خصوصا فرن البوتاجاز بينشف الفطير جدا ويخليه يعضم معاكي. انما في الطاسه طري ومقرمش من بره. وهسمعكم الوقت صوت قرمشته. قد ايه مقرمش واخد لون تحفه وطري وهش كده من جوه. شايفين؟ طبعا طرق التوريق كتير وكلها بتودينا لنفس النتيجة. فانت بقى والطريقة اللي تريحك. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. بس حابة اعرفكم انا شيماء، ودي قناتي لهطة قشطة. اتمنى تتابعوني عليها وتشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل. ويلا بينا نشوف الطريقة. انا عندي هنا 7 كوبايات من الدقيق. كل الاستخدامات نخلتهم كويس وعليهم رشه بسيطه من الملح، ودول خدوا معايا 2.5 كوبايات من الميه. طبعا الميه بنزل بالتدريج لغايه ما تاخد يعني احتاجها من الميه، لان كل دقيق حسب نوعه. في نوع بيشرب سوائل كتير، في نوع بيطرد السوائل. فاحنا دايما كده نخليها قاعده ان احنا ننزل بالسوائل او بالميه بالتدريج لغايه ما نوصل للنتيجه المطلوبه. عجينه الفطير بتكون ناعمه مع العجن بس مش بتلزق، يعني طريه بس مش بتلزق. وفي نفس الوقت لما اجي اشد منها كده الاقيها بتقطع معايا، يبقى كده محتاجه تتعجن شويه كمان. يعني انا عايزاها لما اشدها كده تمط معايا وتعمل عرق، وكمان لما اعجنها تبقى ناعمه وناشفه في ايدي، مش ناشفه يعني محجره، لا ماسكه نفسها، مش طريه قوي وبتلزق، علشان لو طريه وبتلزق هتتقطع معايا وانا بفردها. تمام. هرشها بقى رشه زيت كده واسيبها من فوق ومن تحت، واسيبها اغطيها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعه، نص ساعه لساعه، وبعدين نبدا نفردها ونورقها مع بعض. خلاص هي كده ارتاحت معايا. هبدأ اخدها بقى على الرخامة قدامي. وابدأ افردها. حاولي تفرديها كده بحيث يعني تبقى مستطيلة قدامك. كأنك هتعملي كده سينابون. عندي بقى الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، هبدأ افردها. ممكن نستخدم كمان السمنة، بس تكون برضو جامدة معانا في التلاجة. بس انا حسيت يعني جربت دي اللي بالزبدة اخف كتير. تمام. طبعا الزيت مش هينفع عشان احنا عايزين حاجة مادة دهنية تجمد معايا. هبدأ ألفها كده رول. وبعد كده نبدأ نقطعها. كل تقطيعة بقى بحجم الفطيرة اللي انت تفضليها. تمام. بططيها بإيدك بسيط كده. كل ما رققتيها طبعا كل ما اديتك رقات أكتر وورقت معاكي أكتر. ده حجم الفطيرة، هيبقى حجمها صغير. هيبقى عندي 4 صغيرين وواحدة أصغر شوية، يعني الأخيرة دي هتطلع صغنطوطة شوية. آه كل ما كبرتي حجم كل ما الفطيرة كبرت معاكي. تمام. هدينا بقى دهنة زيت وهدخلها الفريزر تجمد شوية عشان الزبدة تجمد معايا، عشان لما اجي افردها ما تطلعش مني بره. او هي كده كده يعني بتطلع، بس تبقى ماسكة نفسها شوية. تمام. هبدأ بعد كده اطبقها. واخدها على الناحية بقى اللي فيها تنيات كتير دي، اخليها من جوه. تمام. واقفلها كده على شكل دايرة واركنها برضو قدامي، بس اغطيها بكيس تلاجة علشان ما تنشفش وتشقق. تمام. اهي هنعملهم كلهم بنفس الطريقة ونركنهم ونريحهم شوية قبل ما نفردهم الفردة الأخيرة. هنبدأ نفردها كده وما نرققهاش قوي عشان ما تنشفش منك، يعني فردة بسيطة، ما نفضلش نفرد فيها لغاية ما تبقى تكبر معانا، بس تبقى رقيقة فتنشف معانا. هاخد دهنة زيت بسيطة جدا في الطاسة وانزل بيها في الطاسة واغطيها شوية برضو ترتاح. وبعد كده على نار هادية جدا، اللي هي يعني ازيد من نار الرز شوية. طبعا هغطيها علشان تكتم البخار فتسوي الطبقات اللي من جوه. اول ما تاخد لون كده هبدأ اقلبها على الناحية التانية واتابعها. طبعا هي ما بتغيبش على النار، يعني بتاخد حوالي 7 دقايق بالكتير. شايفين بقى اللون؟ لون تحفة مع شوية شاي كده وحتة جبنة قديمة. احلى فطار بصراحة الصبح. هيديكي قرمشة من بره، وطعم الزبدة حلو وخفيف فيها جدا عن السمنة. طبعا لو سمنة بلدي بتبقى حاجة تانية، لكن لو سمنة نباتي الزبدة افضلها عن السمنة النباتي. تمام. شايفين بقى قد ايه مقرمش من بره واخدين ذهبي جميل وطري من جوه؟ شايفين؟ الطاسه بتفرق جدا في موضوع الطراوه ده.
التسوية في الفرن انا جربتها سيئة للغاية، بالذات فرن البوتاجاز. بينشف وبيعضم وبيقرمش معاكي قوي من جوه ومن بره، لكن هنا طري، مقرمش من بره من جوه بس طري من جوه. تمام. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، ولو ليكوا اي طلبات اكتبوها لي في التعليقات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد، واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير. سلام.